الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة في نظام العمل السعودي. نصت المادة 151 في نظام العمل السعودي على أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة للتاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. كما نصت المادة 152 على أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع ما يعادل نصف أجرة المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع إذا كان لها خدمة سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. كما نصت المادة 156 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أثناء مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال 180 يوما السابقة للتاريخ المحتمل للولادة. أما المادة 160 فتنص على أن للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوما ابتداء من تاريخ الوفاة. ضوء نافذة توعوية للمرأة.